السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هقولك على نصايح تزود من الانتاجية بتاعتك جدا في الفترة دي من الثانوية العامة والباقي السنة كمان كلها. ازاي تبقى منتج وتستغل كل لحظة من يومك احسن استغلال. فلو انت في ثانوية عامة او اي مرحلة، اسمع الفيديو ده للاخر عشان هيفيدك جدا بإذن الله. اول حاجة فعلا لو انت عايز تبقى منتج جدا ويومك يبقى مثمر وتستغله احسن استغلال، فلازم تهتم بنومك كويس جدا، تهتم باكلك كويس جدا، لان الحاجتين دول لو انت قصرت فيهم فاعرف ان انت هتأثر في المذاكرة بتاعتك. مهما كنت بتتعب في المذاكرة دي او مهما كنت بتحاول بأقصى جهدك، فالنوم الصحي والكويس وعدد ساعات كافية والاكل الكويس برضو دول هيخلوك فعلا تقدر تذاكر باكتر فاعلية. انت ممكن تبقى قاعد على المذاكرة طول اليوم من اوله لاخره بس ما تستفدش اي حاجه، لان انت مخك مش مستريح كويس، مش نايم كويس، ومش اكل كويس، مش متغذي. فبالتالي المعلومات هتدخلها هتطلع من الناحيه التانية، مخك مش هيستوعبها لان هو مش فايق تماما، مش باقصى فعاليته، مش بيشتغل كويس، محتاج راحه، محتاج تغذيه. فاهتم بنومك واهتم باكلك كويس جدا، واهتم بصلاتك كويس جدا جدا جدا. لو انت بتذاكر والاذان اذن، تسيب القلم اللي في ايدك وتقوم تصلي. ما تقولش لا، اخلص بس المسألة دي، اخلص بس الحتة دي، لا خلصهاش، قوم بس صلي الاول وبعد كده ارجع كملها. صدقوني هتفرق معاكم جدا 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 في الانتاجية بتاعتكم. هتلاقي في بركة في المذاكرة اللي انت بتذاكرها، هتلاقي الحاجة بتثبت فعلا معاك، هتلاقي نفسك منتج وعندك طاقة تعمل حاجات اكتر وتجتهد اكتر. وكمان عشان تبقى منتج اكتر في اثناء اليوم، اوعى تذاكر محاضرة يعني وتقعد تذاكر في المحاضرة دي طول اليوم وتقول علشان احفظ كل كلمة فيها. لا، ما تعملش كده. ده انت كده مش بتذاكر بذكاء، انت بتذاكر بمجهود كبير قوي، وممكن المجهود ده يبقى على الفاضي عشان انت برضه هتنسى المحاضرة دي بعدها. تدي المحاضرة او الحصة ساعتين 3 ساعات بالكتير قوي للمذاكرة بتاعتها. بعد ما ترجع من الدرس او بعد ما تخلص المحاضرة دي على طول سماع الشرح بتاعها، تذاكرها ازاي؟ ممكن تذاكرها بالقراءة، انك تقراها قراءة كويسة جدا وبعدين تحل عليها. دي تعتبر مذاكرة عادي. مش شرط على فكرة يا جماعة المذاكرة انك تقعد تكتب بالورقة والقلم. لا، انا عمري ما كنت بذاكر كده الصراحة. انا مش من النوع اللي بقعد اكتب بالورقه والقلم كل كلمه، علشان لا، دي مش بالنسبه لي، مش مذاكره بالنسبه لي. انا بالنسبه لي لو عملت كده هبقى كاني بنقل الكلام وخلاص. لو انت بتحب قوي انك تذاكر بالورقه والقلم، فلخص الدرس، مش تكتب الكلام اللي في الدرس كله هو، لا، تعمل له ملخص. فانت كده فعلا تبقى بتذاكر. في دروس محتاجه ان احنا نشرحها، يعني اعمل نفسك ان انت كانه قدامك حد واشرح له الدرس، ده برضو بيثبت جدا الدرس، هيخليك تنجز بسرعه. كمان عشان تبقى منتج فعلا فلازم تبعد الحاجه اللي بتقلل من الانتاجيه بتاعتنا واللي بتخلينا ما ننجزش وبتضيع وقتنا. واكيد كلكم عارفين دلوقتي ايه هي الحاجه دي. هي اول حاجه خطرت في بالكم التليفون. ايوه، هو اللي بيخلينا نضيع وقتنا وما نعملش اللي علينا. ومجرد ما بنمسكه بس كده 10 دقايق، بنلاقي ال10 دقايق دول بقوا ساعه، بقوا ساعتين. انا مش هقولك تسيب التليفون خالص وشيله من حياتك والكلام ده كله، في ابلكيشنز كتير ممكن تستخدمها. هفتح دلوقتي الانستجرام، فهعمل وقت محدد ليا ان انا افتح البرنامج ده، ساعه مثلا في اليوم. فانت لو خلصت خلاص الساعه بتاعتك دي، هو هيقفلك التطبيق ده تلقائيا. فالموضوع ده حلو جدا، وهحط لكم صوره الابلكيشن بيعمل كده. براحتك، عايز تاخده اثناء اليوم تمام، عايز تاخده في اخر اليوم تمام، وده طبعا اللي انا انصح بيه. تخليه المكافاه بتاعتك بعد ما تخلص الحاجات اثناء اليوم كلها، تستريح عليه. كمان من الحاجات برضو اللي هتساعدك انك تبقى منتج جدا ان انت تذاكر بره. روح ذاكر بره، مش لازم ان انت كل يوم نفس الروتين، نفس المذاكره، نفس كل حاجه تذاكر برضو في البيت. خلاص هتمل، هتلاقي نفسك تفقد الشغف، هتلاقي نفسك مش قادر تبقى منتج وتعمل اكتر وتذاكر وتبقى حيوي. لا، فانصحكم جدا لما تحسوا ان انتوا زهقتوا او مليتوا او حاسين ان انتوا بداتوا تفقدوا الشغف، خد الحاجه بتاعتك كلها وروح ذاكر في مكان بتاع مذاكره، ورك سبيس فيها ناس بيذاكروا. عندنا مثلا مكتبه اسكندريه، في اسكندريه كلها كل الناس اللي هناك بيذاكروا. فهتقعد غصب عنك هتذاكر، واقعد لوحدك مش مع اصحابك عشان ما تقعدوش تتكلموا بقى وما يبقاش في مذاكره اصلا. لا، تقعد تروح لوحدك، تقعد هتلاقي اللي حواليك كلهم بيذاكروا، فهتضطر لازم ان انت تذاكر فعلا وتعمل اللي عليك فعلا. بس كده انا خلصت النصايح بتاعتي. اوعوا تنسوا تصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا ان انتوا استمعتوا لي للاخر. مع السلامه.